السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد كريم. هو ليه مصر سموها أم الدنيا؟ في اعتقادي الشخصي يعني مصر سموها أم الدنيا لأن سبحان الله يعني عدى عليها كم من الاستعمار لا بأس به. كمية رهيبة جدا من المستعمرين عدت على مصر، الاستعمار الفرنسي والإنجليزي واللي من أيام الهكسوس والمغول ومش عارف ايه. بلاد كتير جات حاولت انها تؤثر في هذا المجتمع المصري وما تأثرتش بيه، بل بالعكس مصر هي اللي أثرت في المجتمع المصري. بجانب ان مصر هتلاقي فيها يعني كل منطقة هتلاقي فيها عادات وتقاليد يعني مختصة بيها. مش يعني هتلاقي مثلا في الصعيد الصعايدة ليهم لهجتهم المعروفة وليهم قيمهم وعاداتهم، القيم والمبادئ والعادات التقاليد اللي خاصة بأهل الصعيد. وجه بحري هتلاقي فيه لهجة معينة، الفلاحين هتلاقيهم ليهم لكنة ولهجة معينة و... وما بيتأثروش بأي حد يجي عليهم. دايما وأبدا مختصين بعاداتهم وتقاليدهم وطبعهم الشرقي. انما لو بصينا مثلا على بلاد تاني هتلاقي لا مثلا آه لو بصينا على الخليج العربي هتلاقي العجال والمش عارف والبتاع اللي بيلبسوه ده والجلابية واللهجة هي. انما مصر وفي اصعب المواقف بتلاقي مصر دايما واقفة وفاتحة بابها للدنيا كلها. وزمان لما سيدنا يوسف عليه السلام عدت سنين عجاف على الأمة الإسلامية، قيل في القرآن الكريم فيما معناه، عشان أنا مش شيخ عشان أقعد أفتي وكده، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعني روحوا على مصر هتلاقوا يعني فيها كل شيء طيب يعني. ف مصر فعلا أم الدنيا، والواحد بيفتخر أولا بإسلامه وبمصريته وبربطه. مصر كانت ولا زالت هي الحضن الدافي للعرب. مصر دي جميلة والله يا جماعة، مش جميلة وعظيمة وشعبها طيب ويستاهل كل خير. ومهما حصل على مصر، مصر آمنة إلى يوم الدين. ده القرآن الكريم اللي قال كده. مصر كانت ولا زالت مهد الديانات، الإسلام والمسيحية واليهودية وكل الديانات. فعلا يعني اللي قال إن مصر أم الدنيا ما كدبش. عدت علينا حضارات كتير ما أثرناش فيها، ولكن إحنا اللي أثرنا في الحضارات دي، أثرنا تأثير إيجابي مش سلبي. مفيش حد مثلا جه مصر إلا ولازم يعني يرجع لها. مفيش حد بيشرب من نيل مصر إلا ولازم يرجع لها. مصر بلد عظيمة وقوية وإن شاء الله بإذن الله المحنة اللي فيها مصر أو الوضع الاقتصادي، أي بلد بيمر عليها وضع اقتصادي دي أزمات، أي بلد معرضة لكده، مش مصر بس. ف... فمصر جميلة، مصر جميلة وعظيمة وأمر الله عز وجل آمنة إلى يوم الدين. مصر آمنة إلى يوم الدين. ف مين ما يحبش مصر؟ يا إما حقود يا إما غير عاقل.
لا والله، مصر قيمتها كبيرة وعظيمة وربنا يحفظها ويحفظ بلادنا العربية والإسلامية إلى يوم الدين. تحية طيبة لكم جميعا، قناة محمد كريم. السلام عليكم.